الناس يدور بينهم بدافع الاحترام. يختلفون نختلف. المقياس المعرفة والتفاهم. التقارب بين المسافات البعيدة. الأهم أن تنادي في المقهى الثقافي ربيع سيسي لإدخاء الحوار. سيادة السادة، السلام عليكم ورحمة الله. كل عام وحضراتكم بخير. نحن في بداية عام ميلادي جديد، عام 2025. نتمنى أن يكون هذا العام أكثر أمنا ورخاء وازدهارا على بلدنا مصر وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بل وعلى الإنسانية كلها. وأيضا كل التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة قرب احتفالهم بعيد الميلاد خلال أيام قليلة قادمة. أساتذة وسادة، مشاركة الإخوة المسيحيين في هذه المناسبة وأمنياتنا للعام الميلادي الجديد هو موضوع المقهى الثقافي في حلقة اليوم. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن نستأنف ونستكمل ونجدد التحية والترحيب بضيوفنا الكرام: الكاتب الصحفي أحمد صابر، الشاعر عبد النبي رمضان، الشاعر والناقد هشام الدشناوي، وأيضا الروائي والسيناريست هشام علي الديوك. كل عام وحضراتكم بخير، وأهلا بكم مجددا معنا في المقهى الثقافي. كل عام ربنا بخير ويجعلها يا رب سنة سعيدة على مصر والأمة العربية والإسلامية والمسيحية والعالم أجمع يا رب. طب نبدأ بك يا أستاذ أحمد هذه المرة. أمنياتك لهذا العام الذي مضى منه أيام قليلة، 3 أيام أو شيء من هذا القبيل، 2025، ما هي ترصداتك وتوقعاتك وأمنياتك أيضا؟ أحيانا الأمنيات تختلط بالتوقعات. بالفعل. أمنياتي، الفنان الجميل عبد الوهاب قال إيه؟ عشق الروح ملوش آخر لكن عشق الجسد فاني. فأنا أتمنى في هذا العام الجديد أن تكون المساجد هي أرواح وليس أجساد، وتكون الكنائس كذلك، وتكون الأمة الإنسانية بها محبة وبها سلام وبها أمن وبها أمان، وأن نحجم الحروب وأن تنتهي هذه الصراعات. وأن تنتهي هذه الصراعات، لأن الإنسان قبل الأديان، والإنسان هو الذي يقدس المكان وليس المكان الذي يقدس الإنسان. لفت نظري في القرآن يوم تبدل الأرض غير الأرض، فلفت نظري تتبدل ليه الأرض؟ ما الأيام قامت. قال لك لأن الأرض دي كانت معمولة للإنسان وفيها جاذبية وممهدة. طيب مفيش إنسان، هنخلي الأرض ليه؟ لازمتها إيه؟ وعندما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هو يخلف الخير والمحبة والسلام والأمن والأمان، وإلا فكيف كنا نفسر قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نتكلم بقى عن الزكاة في الإسلام والعصور في المسيحية، خدت بالك، ونتكلم بقى في الشرائع السماوية اللي هي نزلت أصلا لسعادة الإنسان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. فأمنيتي في هذا العام 2025 إن العالم كله يكون محب. المحبة لا تسقط أبدا. نبدأ كده نقطة من أول السطر وننسى الماضي بحلو ومر وخير وشره، ونبدأ نحب بعض. طيب هروح للأستاذ هشام علي الديوك، الروائي والسيناريست، إلى احتفال إخواننا المسيحيين بعيد الميلاد. الحقيقة هو احتفال المصريين جميعا، يعني كل المصريين بيحتفلوا بأعياد الميلاد، ويشارك المسلمون إخوانهم المسيحيين في هذه المناسبة. ربما أهم ما هو موجود في مصر مفهوم الوحدة الوطنية. مفهوم الوحدة الوطنية والنسيج الواحد والشعب الواحد والكتلة الصلبة ليس كلاما إنشائيا، ليس موضوع تعبير هنكتب فيه، إنما هذه حقيقة واقع.
ومنذ أن تعرضت مصر للاحتلال والغزو قديما وحديثا كان هؤلاء الغزاة يراهنون على هذه التفرقة، ولكنها لم تحدث. فشل ذريع على مستوى كل. أذهب للأستاذ هشام علي الديوك لمزيد بقى من التفاصيل في هذه الجزئية، ثم أعود الميكروفون لحضراتكم. طبعا هو يعني الوحدة الوطنية في مصر هي أهم ركيزة من ركائز قوة مصر واستقرارها. شيء يعني مهم جدا، مش مجرد هو شعار او مفهوم نظري كده، لكن ده واقع ملموس جدا. عمق الانتماء والتلاحم بين جميع مكونات شعب مصر، واثبت المصريين عبر التاريخ قدرتهم على التكيف والتلاحم والتآزر في مختلف التحديات والصعاب اللي واجهتها مصر عبر يعني تاريخها الطويل. يمكن يعني المصريين بتجمعهم يعني شراكة عظيمة جدا، بيلعب الدور الرئيسي في تعزيز هذه الوحدة الوطنية، لأن الإسلام والمسيحية هما ديانتين بيدعوا دائما إلى التسامح والسلام. وكان نهر النيل هو شريان الحياة الذي يعني ربط يعني شعب مصر ووحدها على عبر التاريخ، وعلى ضفاف النيل يعني ظهرت الحضارة الفرعونية والتي أنارت الطريق للعالم كله في لحظات ساد فيها الظلام والتخلف. مصر بتاريخها العظيم اللي بيمتد عبر آلاف السنين، يمكن احنا اول وحده يعني دوله موحده بحدودها دي من 3200 سنه قبل الميلاد. هذه الارض وهذا الوطن موجود بتلاحم السكان 200 قبل الميلاد، اللي هو توحيد القطرين بتاع مينا الثاني. خلي بال حضرتك مش التوحيد الاولي، يعني مينا ده واحد في توحيد ثاني اولاني استمر فترة زمنية، وبعدين بعد يعني 1000 سنة جه مينا ووحد التوحيد اللي هو الثاني اللي هو استمر حتى هذا 3200 قبل الميلاد وفقا لآراء المؤرخين. بالظبط كده، بحدود مصر اللي موجودة عليها حتى هذه اللحظة، واختيار العاصمة في المنتصف منف. بالظبط كده. طبعا التلاحم المصريين عبر التاريخ كله له نقط مضيئة. طبعا احنا الفتح الإسلامي كان يشكل هوية مصر الإسلامية الجديدة، وتطورت أو تطور التاريخ المصري، وعهد مثلا الفاطميين ثم الأيوبيين ثم المماليك وهكذا والعثمانيين. كل هذه المراحل التاريخية كان الشعب المصري دايما بيظهر هويته الحقيقية وجوهره الحقيقي الذي أضاء بتاريخ مصر. المقتطفات البسيطة تجلت الوحدة الوطنية في مصر في العصر الحديث في عام 1919، وهذه الوحدة يمكن أنا قريت كتاب أنا هعود ل 1919 دي مهمة أوي هي دي مفهوم الوحدة هو ده أعظم منجزات ثورة 19 مفهوم الوحدة الوطنية. هرجع ليك يا أستاذ هشام، بس هروح أيضا للأستاذ هشام، بس معايا الأستاذ هشام الدشاوي أيضا الأمنيات للعام الجديد، ثم نستمع لشاب من الأستاذ هشام. اتفضل. أمنيات للعام الجديد من ربنا يصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين. ربنا يصرف عنا طمع الطماعين فينا وفي أرضنا وفي نيلنا وفي ميتنا وفي أمننا وفي استقرارنا وفي انتعاشنا. احنا دولة من قديم الأزل، واحنا الغرض ان احنا ما نحصلش على أقل ما يمكن إن احنا نحصل عليه، لأنه لو حصلنا عليه الإنسان المصري بطبعه إنسان مبدع وخلاق وعظيم، وهو ممكن نسميه يعني بالعند في الألمان وبالعند في الروس وبالعند في الأمريكان وبالعند في كل الناس. هو ده الجنس
السامي العبقري المتفرد اللي نور الدنيا بحضارته من أكتر من 10,000 سنة من قبل الميلاد. اللي احنا بنشوفه النهارده ونقول ده حضارة مصر من 3200 سنة، لا يا فندم، ده كانت آخر ما ظهر من حضارة مصر. كانت هناك حضارة طويلة جدا في عصر ما قبل الأسرات والى آخره. فأنا بتمنى أن مصر تزدهر أمنا واقتصادا وإبداعا وفنا. طباع، حتى طباع الأسرة ما بين بعضها تتغير، ونبطل كل الحاجات اللي فرضت علينا، أمثال إن كل واحد عايش على الموبايل بتاعه، الانعزال الاجتماعي، الانعزال اللي حصل، او كل واحد قاعد على مع نفسه في حياته، مع نفسه في حياته، في بيته الواحد كمان، الواحد. مصر جميله بتستحق. بقول لك انا لسه امبارح جرس الباب بيرن عندي، والاولاد قاعدين فاتحين الموبايل، محدش عايز يقوم، ومحدش عايز يقوم. لما تيجي الام من المطبخ من اخر الدنيا هناك كله منغلق. يا عم الجرس، انت مستني جرس وانت مستني جرس. ايه ده؟ لا يا عم، لا مش هنا، خلينا هنا عالم افتراض ماشي في عالم. صحيح. لا امور غريبه. هرجع لك يا استاذ احمد، ما تقلقش. اتفضل. انا حلمي خلاص ما بقاش ولادي، انا حلمي بقى لاحفادي. الحمد لله ان ربنا رزقني من الاحفاد 4. بتمنى يشوفوا مستقبل جميل، وفجاه يقولوا يا احنا نبص لليابان دول متخلفين. شطحات الشاعر بقى. طبعا شطحات الشاعر. وبعدين يقول لك مثلا مصر تم حسين قرضا مثلا قرضا ميسرا. فتحي هشام فانتازيا. هو مش بعيد، لان هو قبل كده كان العكس. ده صحيح يا استاذ هشام. 1000 ميل يبدأ بخطوة. نعم. والغيث يبدأ بقطرة. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هقول لك يا استاذ احمد، لا تتعجل. نسمع الاستاذ هشام الدشناوي الشاعر والناقد الادبي، نستمع اليه. شاعر على كل شبر في ارضها فنان بيبدع فنها، على كل شبر في ارضها مطرب بيشدي بلحنها، فلاح بيبدر حلمها، عامل بينسج فجرها، على كل شبر في أرضها عالم نبت من جدرها، جندي وهب عمره لها، عاشق لليلها ونخلها، على كل شبر في أرضها شاعر يقول في حبها، على كل شبر في أرضها مصري عظيم قوي زيها. جميل جدا. طيب اروح للاستاذ عبد النبي رمضان ايضا في المقهى الثقافي. استاذ عبد النبي، احنا زي ما قلنا بدايه عام جديد، امنيات نرجو لها ان تتحقق على ارض الواقع، وايضا احتفال مصر والمصريين ومشاركه الاخوه المسيحيين بعيد الميلاد خلال الايام القليله القادمه. في الحقيقة هو يعني دايما بتلاقي حتى في كل الأعياد، سواء الأعياد للإخوة المسيحيين أو المسلمين، بتلاقيهم موجودين مع بعض، فده شيء طبيعي. يعني لو حضرتك جيت ليلة راس السنة مثلا هتبص تلاقي كل الأماكن التجمعات اللي موجود فيها أنت ما تعرفش مين مسلم ومين مسيحي. صحيح. لو نزلت يوم 7 يناير ما تعرفش في الحدائق والمتنزهات مين مسلم ومين مسيحي. لو نزلت في يوم شم النسيم هتنزل ما تعرفش مين مسلم ومين مسيحي. لو نزلت في عيد الفطر مش هتعرف مين مسلم ومين مسيحي. لو نزلت في عيد الأضحى واحنا بنذبح الأضحية مش هتعرف اللي واقفين جنب الأضحية مين فيهم مسلم ومين مسيحي. زي ما دايما بقول في كل مكان ان هو شعب ملوش كتالوج. يعني لما بيحاولوا ان هو اي حد بيحاول ان هو يفرق بين المصريين مش طوائف. المصريين الاثنين اذا كنا لسه، يعني احنا في الحلقه اللي فاتت كنت بتكلم على احتضان المصري لاخوه اللي من الدول الاخرى. صحيح. فما بالك باخوه اللي ساكن في الشقه اللي قصاده، او اخوه اللي متربي معاه. صحيح. يعني محمد ومينا اللي كانوا بيلعبوا مع بعض في الشارع وهم صغيرين. ام محمد وام بطرس، او ام احمد وام بطرس اللي كان زمان ايام ما كانش فيه ثلاجه غير عند واحده فيهم، الثانيه كانت بتحط كويس انك ما عدتش على الدنيا. حله الثلج دي حقيقه. الاناء اللي فيه
فيه التلج عشان في رمضان ايا كان التلاجة عاملين فيهم عشان في رمضان او في اي وقت في الصيف يشربوا ميه ساقعه. التلفزيون اول ما دخل بيوتنا كان موجود في بيت وبيت لا. صحيح. فكان دايما بتلاقينا متجمعين في شقه من الشقتين. صحيح. برضو ما تعرفش بتاعت مين فينا. صحيح. الطبق الدوار اللي من كتر ما بيلف البيوت احنا ما بقناش عارفين هو بتاع مين. طبق الطبيخ. لا انا بوزع على الجيران مسلم مسيحي. وكمان الطبيخ اللي هو اللي بيسميه كده بالبلدي الارداحي اللي ما عليهوش لا زفر ولا لحوم. يعني يوم ما يبقى عاملين شويه محشي ويوم ما يبقوا عاملين الكشري ويبقوا عاملين هي دي مصر. انت نسيت هو بتاع مين. صحيح. يعني من كتر ملف البيوت. صحيح. انت نسيت هو الطبق الطائر كان بتاع مين. طبق الطائر. طيب نستمع الشعر. طيب انا متفائل جدا. ولما بكون متفائل يعني احنا بنقول السنه اللي فاتت يمكن الاستاذ هشام في الحلقه اللي فاتت في نهايتها قال 24 بقى اتكل على الله بقى وسيبنا في حالنا ونخلي الجديده تيجي بخيرها يعني. فحاول سناب النور. انا عايزين نشوفها حلوه شويه يعني احنا عايزين نتفائل شويه باذن الله ان شاء الله. فهقول لها صباح الخير صباح مسحور صباح مبدور سناب النور ومتلحن بصوت عصافير بلابل من فرح بتطير وصوت كروان نور الملك لصاحب الملك بأجمل لحن ما سمعته يغني يمام بأجمل لحن ما سمعته يغني يمام وسرب حمام يشق الليل غنى ومواويل وقرص الشمس بيفرق دهب صافي وقرص الشمس بيفرق دهب صافي يخلي الكل متعافي ونسمة محملة للكون صباح نادي وبيرادي وبيهادي لكل الكون وتنزل على التراب تحيي سناب الخير لكل الناس كمان للطير صباح فلاح بيتنفس تراب أرضه ويحميها كما عرضه وزرعها تترمي في الأرض وتشرب من عرق أنهار. سيداتي وسادتي الآن وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن بصلاة الأرض وتشرب من العرق أنهار يومين تطلع تصلي الفرض ينور وشها وخضار وتطرح 1000 لون معلون كأن ترابها ده مسكون تراب واحد عرق واحد وهي بقدرة الواحد بتطرح في الحياة ألوان بدون عنوان بدون عصيان وخيرها الكبش الأديان ورب الكون موصيها ما تقدرش تبطل يوم وحتى ان كنت عاصيها ما تلقى بين عيدانها النوم صباح بيدور الساقية لناس راحت لكن باقية بأعمالها وحتى الطير بيدعي لها يغني لها يقول يا رب تكرمها كرم دايم صباح معجون وطن وأمان يفرق خير على السكان صباح عامل بإيد طهرة بيصنع حدوة للمهرة صباح مع شيخنا وأبونا على ديننا يربونا وإيد الحب تجمعنا صليب وبيحضن المدنة صباح الخير صباح مسحور صباح مبدور سناب النور. جميل جدا أستاذ عبد النبي رمضان. نذهب بالميكروفون قليلا يعني معنا دقيقتان قبل الفاصل والأستاذ أحمد صابر ويعني تطالعنا كل عام دعاوى للفرقة وفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان بعدم تهنئة إخواننا المسيحيين بأعياد الميلاد. يعني اعتدنا على يعني مثل هذا الكلام النشاز الذي يخرج على السياق العام من الاجتماع. يعني هذا لا يكون إلا من اثنين: الإعلام الهدام الذي يعمل تحت عنوان خالف تعرف وفرق تسد من أجل أجندات أجنبية، خدت بالك؟ ولكن هذا لا يأكل شيء مع الطينة المصرية، مع الطينة
المصرية المختلفة عن طينة العالم كله. وربك يخلق ما يشاء إيه ويختار ما كان لهم الخير. ولكن احنا قلنا بأن يعني هناك دول كالنجوم في أعالي السماء، ومصر هي القمر بينهن. فصور التاريخ لا تكذب. لهذا التاريخ يا دكتور ربيع والسادة المستمعين، التاريخ والكتب والشرائع السماوية قد أقرت بأن مصر دولة لها خصوصية ومكانة عالية وعظيمة في الأرض وفي السماء. وعلى سبيل المثال ذكرت مصر في الزبور وفي التوراة عشرات المرات، وفي القرآن الكريم أكثر من 5 مرات، وفي الكتاب المقدس عند الإخوة الأقباط متى ولوقا ومرقس ويوحنا أكثر من 60 مرة. ذكرت مصر أكثر من 60 مرة، بما فيها إن من ضمن الذي ذكر ربما أشهرها مبارك شعب مصر. المسيح عليه السلام يترك العالم كله بما فيه البلد التي ولد فيها، وجاء إلى مصر وقال مبارك شعبي، ما الشعب، الشعبي مصر، وكأن المسيح يقول بأنني من هذا البلد، وهذا البلد هي ايه؟ هي مني. ولذلك العلاقة بين جميع فئات وشرائح المجتمع المصري ليس لها كتالوج، ملهاش كتالوج، وليس لها مثيل في العالم، بدليل أن مصر عاش فيها العالم كله قديما وحديثا، بما فيهم مين بقى؟ اليهود طبعا، بما فيهم اليهود. والافلام القديمه بتاعت نجيب الريحاني والكسار واسماعيل ياسين وزكي رستم وكل العظماء فن الزمن الجميل بيجيبوا هذه المشاهد. لا ده انا اقول لك بقى حاجه عشان نروح الفصل. عندما وضع دستور 23 بعقب ثوره 19 كان احد اعضاء لجنه وضع الدستور المصري يهودي مصري اسمه يوسف أقطاعي. الله، ده للتاريخ يعني، وده شيء مهم جدا. الله، اطلع الفاصل. هنروح الفاصل. يريد ان يهرب، اطلع خلصنا. طيب نروح الفاصل. السيدة والسادة، الى هذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال اللقاء مع ضيوفنا الكرام الشاعر عبد النبي رمضان، الشاعر هشام الدشناوي، وايضا الروائي والسيناريست هشام علي الديوك، الكاتب الصحفي احمد صابر. الى الفاصل فلا تذهبوا بعيدا. سنة حلوة يا جميل، سنة ورد وفل وفول، سنة حلوة يا جميل، سنة فرحة وهنا والسرور، سنة حلوة يا جميل، سنة ورد وفل وفول، سنة حلوة يا جميل، سنة فرحة وهنا والسرور، سنة عيش فرحة نغني واحنا حواليك نغني، سنة عيش فرحة نغني واحنا حواليك نغني ونقول سنة حلوة يا جميل، ونقول سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة ورد وفل، سنة حلوة يا جميل، سنة فرحة وهنا وسرور. عايش سلطان في زمانك، انت المجنة مكانك، عايش سلطان في زمانك، واحنا عشانك فينك، علمنا النور وسكينك، واحنا علشانك فينك، علمنا النور وسكينك، تعيش فرحان نغني واحنا حواليك نغني
أيها السادة، عدنا لحضراتكم مرة أخرى. حديثنا موصول حول استقبال العام الميلادي الجديد، الأمنيات والتوقعات لهذا العام الذي نرجوه أن يكون يعني أكثر أمنا ورخاء وازدهارا على بلدنا وأمتنا والعالم كله. التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة قرب أعياد الميلاد واحتفالاتهم ومشاركة المصريين لهم في هذه المناسبة. مفهوم الوحدة الوطنية بين أبناء الأمة الواحدة، ونذهب إلى الأستاذ هشام علي الديوك الروائي والسيناريست ليحدثنا عن مفهوم الوحدة الوطنية في العصر الحديث، كيف تجلت وما مظاهرها ومدى تمسكنا بها الآن. تفضل. طبعا تمت حقيقة ثابتة، وهي أن أعضاء مصر دايما بينشطوا دائما كلما كانت الوحدة الوطنية قوية، وتحاول دائما افتعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. ويمكن في يعني أحداث أو في العصر الحديث في بعض الحاجات دي أو الوقائع اللي تجلت فيها الوحدة الوطنية. يمكن قبل ثورة 19 في واقعة حصلت عام 1910، يمكن الناس اللي هي قرت عنها أو ما تعرفهاش، اللي هي اغتيال بطرس غالي، كان رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت، وتم اغتياله على يد شاب اسمه إبراهيم الورداني. طبعا الواقعة دي لو كانت في بلد زي الهند مثلا او اي بلد اخرى كان حصل فيها دماء، لكن المجتمع المصري دائما كان بينبذ الفرقة. فعقد مؤتمر اسمه المؤتمر القبطي العام في عام 1911. هذا المؤتمر طبعا نادى يعني بأن مهما حصل من أحداث لا يمكن أن تهز الوحدة الوطنية. وطبعا حضر المؤتمر القبطي ده رموز وطنية وشخصيات من الأزهر الشريف، وكان يعني كان حدث عظيم جدا. وتم طبعا محاكمة القاتل اللي هو إبراهيم الورداني، هذا الشاب المجرم في ذلك الوقت، وتم إعدامه لتتجلى الوحدة الوطنية بأروع صورها، طبعا باحتواء الفتن والخلافات. في عام 1918 لما نادى الزعيم الخالد سعد زغلول ب يعني تشكيل الوفد المصري للذهاب الى فرساي، طبعا مؤتمر الصلح في فرنسا بالظبط كده، وطبعا اعتقاله وكل الاحداث اللي احنا يمكن اتكلمنا كتير عليها دي تجلت يعني او كان الشعار الرئيسي لثوره 19 اللي هي الشيء العظيم، الرمز العظيم لثوره 19 وهو يحيى الهلال مع الصليب. اظن يعني هذه وهذه الانطلاقه الكبيره في ثوره 19 اثبتت للمحتل ان لا يمكن ابدا ان تقدر تضحك على الشعب المصري وتعوق ارادته في الاستقلال وتستخدم الذريعه اللي هي طائفيه في انها تحاول تفرق بين عناصر او عنصري الامه المصريه. وكانت عبقريه سعد زغلول في الوفد نفسه مشكل من المسلمين والمسيحيين بالظبط، يعني ده برضه جزء هام جدا جدا. وابن بطرس غالي اللي هو كان رئيس الوزراء 1910 الازوتين كان ضمن الوفد المصري المشارك مع سعد زغلول في المفاوضات. وعندما سالوه في بريطانيا انت تاتي هنا وقد قتلوا اباك، ده هم اغتالوا ابوك، قال إن كان أبناء وطني قد اغتالوا أبي فليذهب أبي فداء للوطن، أما أنتم فقد اغتلتم هذا الوطن. الإنجليز كانوا فاكرين إن الشعب المصري زي الشعوب الأخرى. يعني أنت لما نيجي نقرأ مثلا عن الأحداث الصراع الرهيب والدماء اللي سالت في الهند بسبب الصراع الطائفي بين المسلمين والهندوس، كانت فيها الآلاف طبعا. وحتى هذه اللحظة في يعني بالرغم من إن الهند دي دولة دلوقتي ديمقراطية ودستورية لكن عندها الطوائف والصراع الديني موجود. مظبوط. انما في مصر المسلمين الهندوس السيخ حزب بهارات يا جناتا ومشاكله مع حزب المؤتمر يعني. فهنا الاحتلال البريطاني كان متخيل في اللحظه دي وهو بيحاول يضرب
يعني مفاك زي ما بيقولوا في الفطنه الوطنيه كده في الوحده الوطنيه، ان هو معتقد ان هو يعمل زي ما عمل في الهند، لكن طبعا فشل ذريع، ودي طبعا من مآثر. طيب انا هعود ليك مره اخرى يا استاذ هشام، يعني انت تشنف اذاننا بمثل هذا الكلام الجميل، بس اروح برضه لهشام الاخر الاستاذ هشام الدشناوي، شاعرنا ونقدنا الكبير في المقهى الثقافي، وانت لك برضه خصوصيه في علاقتك باخواننا المسيحيين، ونحن نقترب يعني رويدا من احتفالنا بعيد الميلاد. الواقع ان انا نشأتي وصداقاتي كلها كانت مع اخواتي وحبايبي واصدقائي ابناء الذمه المصريين الاقباط. انا ساكن اساسا في حي يختلط فيه المسيحيين بالمسلمين ويغلب عليه المسيحيين اكثر. انا في حي حدائق الزيتون. في حيين في مصر تلاقي فيهم اللحمه جامده قوي، شبرا والزيتون. انا كنت من صغري بعدي وانا رايح المدرسه وانا راجع على كنيسه السيده العذراء، انا في قلبي تجليل وتوقير للسيده مريم العذراء، حتى اني اسميت حفيدتي مريم، جميل، من عشقي لستنا العذراء مريم. وحتى في مطلع من احدى قصائدي بقول سيدنا الامام جوه المقام والعمه فوق خضرة، قلب انتشى من ذكره قام انضم للحضرة، يا خضر يلي وسطنا زيد المدد لينا، ده النور منور جمعنا باركينا يا عذرا. الله. انا عايز اقول المصري اختراع عظيم، ما حدش لسه عارف سره غير المصري نفسه اللي لا يبوح بسره لأحد غيره. هنقول كده ايه؟ فك قيودك، خط حدودك، عيد المجد اللي بنوك جدودك، اخلق فكرة وارسم بكرة، وابدع تصنع سر خلودك، واعرف انك دايما قادر، ده انت الماضي وانت الحاضر وانت حاجات والله ما تتعد، ده انت المصري منتج حصري قديم وعصري وهزلي وجد، ومفيش اعظم منك حد. يلا وصلت ما بين بحرين وبنيت اهرام وبنيت سد، انت تاريخ البني ادمين وانت الامل اللي ملوش حد، انت الفارس وانت الحارس وانت غطان وبيوت ومدارس وانت صوامع وانت مصانع وانت جوامع وانت كنايس وانت الفنان وانت الشاعر وانت الماضي وانت الحاضر، انت حاجات ياما ما تتعد، ده انت المصري منتج حصري قديم وعصري وهزلي وجد، ومفيش اعظم منك حد. انت المؤمن قوي والعابد وانت المنحوت جوه معابد، اول من سيد ابراج واكتر من داء الكرباج، مهما الدنيا بتقسى عليك ما بتركعش لحد وصامد، ده انت الجبار قوي والجامد وانت الشاكر وانت الحامد وانت الراضي كمان والصابر وانت الماضي انت الحاضر وانت حاجات ياما ما تتعد، ده انت المصري منتج حصري قديم وعصري وهزلي وجد، ومفيش اعظم منك حد. جميل استاذ هشام الدشناوي، كلام رائع وعظيم. الاستاذ عبد النبي رمضان ايضا يعني تجليات الوحده الوطنيه، ونحن نقترب من احتفال المصريين جميعا بعيد الميلاد المجيد وعدم الافتعال، يعني العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر علاقة ليست مفتعلة، ليست مصنعة، ليست ممثلة، ليست ممسرحة، يعني هي هكذا، هي بطبيعتها بحكم التربة والتكوين هي هكذا. أسمع مشاركة من سيادتك ثم أستمع إلى بعض من أشعارك. بص انا هقول لحضرتك ببساطه شديده جدا، روح يوم العيد او ليله العيد الكنيسه وشوف المسلمين اللي موجودين قد ايه في وسط الاخوه المسيحيين. صحيح. هتلاقي اعداد غير عاديه من المسلمين. صحيح. روح عندنا في الاعياد في الساحات، عند ساحه مصطفى محمود وعند عمود بن العاص وعند الساحات الكبيره اللي موجوده في الاعياد الاسلاميه، يعني الاعياد الاسلاميه. وشوف المسيحيين اللي موجودين قد ايه والمسلمين قد ايه. هتلاقي
ما تقدرش تفرق في الأعداد، أو ما تقدرش تفرق مين اللي مسلم ومين المسيحي. يعني أنا هقول لك طبعا الاستاذ احمد صبري نعرف ان هو من الناس اللي ما بيعديش مناسبه وطنيه او مناسبه مسيحيه غير لما بيكون متواجد في هو احنا بعد الفصل هنروح له. ده صحيح، بس لا انا هاجي لك بعد بيكونوا الفصل. فاطرين، اهم حاجه يكونوا فاطرين معاك، مش صايمين. ايوه عشان الفته والحاجات. الموضوع وسع خدني في ريحه. طب نستمع الشعر من الاستاذ عبد النبي ثم نذهب الى الفصل. طيب انا عشان دايما احنا المصريين في الاعياد بيبقى دايما الافراح والجوازات واللي بيتجوز واللي بتتجوز وكده، فانا هقول حاجه رومانسي بقى اتفضل. نضطر ماشي، لا بأس. فهقول لها تايه وكأن روحي تايهه منه مش لاقيها، دبت في عينيها، قلبي الصغير فرحته ما بين ايديها، انا غبت عني ودنيتي فضيت عليها. الله عليها، الله عليها، الله على ورد الخدود شوق الشفايف، ما بقيتش خايف، وازاي اخاف وانا بين عينيكي، ولقيتني بين رموش عينيكي، ازاي اخاف وانا بين ايديكي، ولقيتني بين رموش عينيكي، والضحكة رسمتني في خدودك، والضحكة رسمتني في خدودك، واللوحة اجمل منها عودك. أنا دبت لما سمعت صوتك، أنا دبت لما سمعت صوتك، ولحن اسمي ما بين شفايفك، أنا قلبي شايفك لكني برضو مش لاقيني، بصيت لقيتك جوا عيني بتحضنيني، من قبل ما أعرف يعني إيه كلمة بحبك أنا كنت جنبك. فاكرة زمان قبل الميلاد كان الميعاد بيني وبينك في الخيال، قلبي معاك وبعدنا هو المحال، لمعت عينيك في دنيتي هي الجمال، ده لو تكون التوهة فيك وبين عينيكي، أنا نفسي أفضل عمري تايه، أنا نفسي أفضل عمري تايه. السادة والسادة إلى هذا الفاصل ثم نعود لاستكمال اللقاء مع ضيوفنا الكرام الكاتب الصحفي أحمد صابر، ومعنا أيضا الشاعران الأستاذ عبد النبي رمضان والأستاذ هشام الدشناوي، ومعنا أيضا الروائي والسيناريست الأستاذ هشام علي الديوك. حديثنا موصول حول احتفالاتنا بالعام الميلادي الجديد، وأيضا التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة قرب احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، ومشاركة الإخوة المسيحيين في هذه الفرحة والبهجة في هذا اليوم، وأيضا مفهوم الوحدة الوطنية بين أبناء الأمة الواحدة، ومفهوم المواطنة والمساواة ومبدأ المواطنة الذي أقرته الدساتير المصرية. سيد والسادة إلى هذا الفاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدوروا ناد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق عالشجرة غنية وعلى إيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب جديد. يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت، كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار، ومين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعيد، يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت
سيد السادة، عدنا لحضراتكم مرة أخرى. نحن في الفقرة الأخيرة من المقهى الثقافي، حديثنا حول استقبال العام الميلادي الجديد وقرب احتفالات الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد. ضيوفنا الكرام الكاتب الصحفي أحمد صابر، الشاعران الأستاذ عبد النبي رمضان والأستاذ هشام الدشناوي، وأيضا الروائي والسيناريست الأستاذ هشام علي الديوك. أروح للأستاذ هشام علي الديوك وأسألك برضو، وأعود إلى مفهوم الوحدة الوطنية الذي كما قلنا في العصر الحديث تجلياته، وطبعا ده في إطار يعني استعدادنا للاحتفال بعيد الميلاد ومشاركة الإخوة المسيحيين في هذه المناسبة. هو كما قلنا هو الذي تجلى في ثورة 19، لكن يشير إلي الأستاذ أحمد صابر يريد أن يأخذ الميكروفون، فأنا هستأذن. اتفضل أستاذ أحمد صابر، اتفضل يا أستاذ. وطبعا كما قلنا في الإعلام، ودي مقولتي الشهيرة يعني طبعا يعني التحفظات على الاعتراض على هذه الكلمة، ولكن دايما الكلام يا دكتور ربيع أو الكاتب الصحفي، القارئ يقرأ اللي يقرأه، لكن المعنى الحقيقي في داخل الكاتب. تمام كده؟ يعني زي المعنى بنبط الشاعر كده. تمام. المعنى الحقيقي في باطن الكاتب وليس القارئ، وهكذا. بقول ان مصر بالازهر والكنيسه درع فكر، مصر بالازهر والكنيسه درع فكر، وبالشعب والجيش سلم وسيف. دي مقولتي انا الخاصه يعني. وكمان بقول ان هناك الاسلام المصري المختلف عن اسلام العالم، كما ان هناك المسيحيه المصريه المختلفه عن مسيحيه العالم، مع احترامي لكل مؤسسات العالم الدينيه يعني سواء كانت او كانت، بدليل مواقف لا تحدث الا في مصر. اكتب على النت كده زياره فضيله الامام محمد متولي الشعراوي الى قداسة البابا شنودة الثالث، تمام، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تمام كده. واسمع الموضوع، مش هياخد 3-4 دقايق. شوف الجمال والعظمة. البابا سايب الشيخ الشعراوي يتكلم براحته، ما بيعلقش على اي كلام ولا بيتكلم، بيسمع بس. ليه؟ لان الراجل في بيته، في كنيسته، في الكاتدرائية، وبينهم مودة وألفة ورحمة ومحبة إنسانية قبل الوطنية. والشيخ الشعراوي بيتكلم بعفوية، كان كبير في السن يعني، كان في أيامه الأخيرة، فكان بيتكلم بعفوية، والبابا شنودة يضحك على آخره، ضحكته جاي بآخر العباسية. والضحكة تلقائية، ده بيتكلم بعفوية وده بيضحك بتلقائية، والناس ملمومة عليهم ترش الملح ما ينزلش. ويسألوا الشيخ الشعراوي يقولوا له ثمار هذه الزيارة، ثمار هذه الزيارة شايفها ازاي؟ قال لهم ما تتشافش دلوقتي، ما احنا شايفين بعض اهو، ما تتشافش دلوقتي. الأثر أثرها هيبان فيما بعد كده، لأن الحدث لا يقوم لا يقيم في حينه. نعم. والبابا شنودة على آخره ضحك. تمام. عندك برضو الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الازهر ايضا، وكان مفتاح للديانه المصريه. شوف علاقته كانت بالبابا شنودة. وانا نفسي زرت الانبا بخوم مطران سوهاج، وانا عيل صغير قرأت في الجورنال شيخ الازهر يعين الانبا بخوم رئيسا شرفيا للجمعية الخيرية بمسجد بسوهاج، لأن كانت المطرانية في سوهاج بتطلع شهريات، قدمت شهرية كده للمسلمين والمسيحيين على حد على حد سواء كان هذا ظاهريا او في الخفاء. فما كان من شيخ الازهر لما عرف القصه دي، خد الانبا بخوم، والصوره عندي في الجورنال، خد الانبا بخوم وعينه رئيسا شرفيا للجمعيه الخيريه بمسجد مسجد سوهاج. ولما قعدت معاه قال لي حصل، وكنت في غايه الخجل، ويعلم الله، قال لي كده الانبا بخوم، يعلم الله يا شيخ احمد، يا استاذ احمد، انا ما كنتش العملية ديت معروفة، ولكن اتصرفت ازاي ما اعرفش، ومن الاخوة المسلمين. وكذلك كان الانبا القمص خزبان الانبا بشوي نيح الله نفسه، كان نفس القصة برضو، رئيس دير الملاك بأخميم كان برضو عامل عشرات المرتبات للإخوة المسلمين والمسيحيين على حد سواء. هذه هي المسيحية المصرية. تمام. طيب تعال للحاجة الثانية.
عندما يكون هناك انما انت التقيت البابا شنودة؟ التقيت البابا شنودة مرتين. مرتين. كان برضه بمناسبة عيد الميلاد. لا، كان في مرة في صلاة الأنبا دوماديوس أسقف الجيزة، اللي كان عنده حالة كده خاصة وقاعد على كرسي وشفته هناك وهو بيصلي عليه، صلى عليه بنفسه مع ان كان عيان وكان تعبان. ومرة تانية في حادث مسبيرو الثاني او الاولاني، ورحت الكاتدرائية وقابلت البابا. والبابا تودروس قابلته؟ عشرات المرات. عشرات المرات. الأنبا تودروس قبل الرسامة، الأنبا رافائيل دعاني بعد ظهور القرعة الهيكلية، دعاني في دير الأنبا بشوي، ورحت قعدت 3 أيام هناك في المقر البابوي في ضيافة الأنبا تودروس الثاني والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس. وأهداني الأنبا تودروس الإنجيل الذي كان في يد الأنبا بخاميوس قائم المقام، اللي طلعت بيه ايه القرعة، ومسجل هذا في اليوم السابع. لا، ليس الإنجيل بنصه ولكن الشبيه له، ومضالي عليه الإهداء. وكنت أنا أول إهداء يمضيه الأنبا تودروس كإهداء، أول إهداء كان لي أنا. وأول مسلم يهني البابا تودروس على الهوى في مسبيره كنت أنا. هذه هي الروح المصرية. هذه هي عندما يكون هناك مشكلة، شوف العلاقة، عندما يكون هناك مشكلة مع مشكلة ما أو مسألة ما مع أخ من الأقباط من المسيحيين، يروحوا لمين؟ المنطق يروحوا لمين؟ كل كنيسة لها شعب. حتى لو واحد قبطي راح يروح لراعي الكنيسة. بالظبط. معظم أصدقائي بيقول أنا أخدهم وأروح للأب الكاهن. ليه؟ إيه السر؟ هم عارفين إن هو بيحبني، وعارفين إن أنا بحبه، وعارفين إن في بينا مودة حقيقية، مش لقطة. مش لقطة وصورة واضحك عشان الصورة تطلع حلوة. لا، بس انت بقى بالنسبة للقطة الحقيقية استاذ احمد صابر، انت جات لك لقطة في البي بي سي، هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية جات لك لقطة كده في البي بي سي وانت بتلعب البولينج، رياضة البولينج مع او تنس طاولة مع احد القساوسة. جت في البي بي سي. لا، بي بي سي كمان. لا، جت في البي بي سي كده وصلت العالمية. وقال لك يعني حاجة منتهى الحب. طيب انا حساس لان الوقت بتاعنا يعني خلاص هو انتهى تماما او اوشك على الانتهاء بالفعل. هسمع يعني ملاحظات سريعة واخيرة من الاستاذ هشام علي الديوك، ثم الاستاذ هشام الدشناوي شعرا. احتفالنا بالعام الجديد، واحتفالنا ايضا باخواننا المسيحيين واحتفالاتهم باعياد الميلاد، ومشاركتنا نحن كمسلمين مع اخواننا المسيحيين. اتفضل استاذ هشام. طبعا هو الوحدة الوطنية يعني نقدر هنقول عليها كتير، كلام كتير، بس يمكن في مشهد انا شفته السنة اللي فاتت يعني بصراحة هزني جدا. في رمضان كان في محافظة سوهاج، كان في مش حكاية سوهاج النهارده معانا عشان احنا بنتكلم عن سوهاج. يمكن عشان معانا الدشناوي مثلا. ديشنا دقيقتنا بقى. لا، هو الصعيد خط الصعيد بقى. دير هناك في المنطقة هناك في سوهاج، كان عامل يعني بيوقف المسافرين على الطريق السريع، وبيقدمهم وجبة إفطار في وقت صلاة المغرب أو وقت أذان المغرب، اللي هم الخساوسة أو في رمضان. هم عاملين وجبة يومية يقفوا في المكان دوت، والمسافرين عبر الطريق طبعا محافظين يعني زي ما قلت رحمن، بس ايه تيك اواي بالظبط كده. العربيات هم بنفسهم لابسين طبعا لبس الكهنوت او الدير، وواقفين بنفسهم بيوزعوا الوجبات بنفسهم على اللي هم المسافرين، وقفوا الميكروباص وقفوا الاتوبيس والله يوزعوا. فين العالم؟ اين ضمير العالم ليلتقط مثل هذه الصورة؟ اعظم من كده بقى. طب بيكلمونا عن فتنة طائفية وفتنة معرفش ايه وايه يعني. انا هقول لقطة زي دي برضو انا شفتها بعينيا في مدينة العبور. فكان في مكان هناك زي مصنع يعني في تصنيع الملابس وكده. المصنع ده صاحبه اخ مسيحي يعني.
في رمضان من اول يوم رمضان لحد اخر يوم رمضان كان بيجيب يعملوا الوجبات للمسلمين الصائمين. للمسلمين الصائمين. كل الصائمين المسلمين هو مش بيشتري لهم، ده جايب طباخين وجايب الاكل وجايب الحاجه والحلويات زي بالظبط ما انت بتعمل مائده رحمن 5 نجوم. ومش بس اللي شغالين، يعني الناس اللي هي طبعا في رمضان كلنا عارفين ان بيبقى موسم بالنسبه للناس بتوع الملابس وكده للمحلات وكده. الناس اللي بتروح عشان تصنع عنده او تشتغل عنده او تاخد منه شغل، كل الناس دي كانت بتقعد عشان لازم تقعد عشان تفطر في اليوم اللي هم جايين فيه مع دول. يعني هو بيعمل الاكل لكل العمال المسلمين والمسيحيين اللي موجودين عنده، وكل العملاء بتوعه اللي هم بيجوا عشان ياخدوا شغل في التوقيت ده. من اول يعني انا شفت رجال اعمال بيشتغلوا في ملايين، وشفت رجال اعمال من اصحاب المحلات والحاجات البسيطه، الاثنين قاعدين على نفس الترابيزه مع العمال اللي بيعملوا الشغل المسيحيين والمسلمين عشان يفطروا مع بعض. وده كان صاحب المصنع عنده. طب لكم من الشعر بيت. انا بعمل في شركه فيها 4 شركاء، 2 مسلمين و2 مسيحيين، والاثنين اصدقاء العمر يعني. يحرص المسيحيين في كل رمضان انهم يعملوا شنط رمضان تتفرع على العاملين بالشركه، زائد اهل المنطقه. يحرص المسيحيين المسيحيين في مد النبي لازم تتعمل علب الحلويات وتتوزع. عيد الأضحى لازم يجيبوا عجلة أو 2 ويتذبح ويتفرع على كل الموجودين. هم حريصين تماما على ان هم يبقوا معانا في كل، واحنا كمان مودة الشعب اللي ملوش حل. لا. طب عارف يا أستاذنا الأعظم من كده إيه؟ إن اللي بيعمل كده أساسا صايم ما ياكلش لحوم. دي بقى الأعظم من كل ده. يعني هو صايم ويجيب اللحم ويجيب الفراخ ويجيب يعني إذا ما ذكره نجيب محفوظ في الثلاثية لم يذهب هباء. طبعا صعود يعني القمص في منبر الازهر، وصعود ممثل الازهر في الكنيسه، وخطبه تاريخيه في صوره الصحيح. لم يكن الوحي لكنه جسدها طبعا. ده الاديب العظيم نجيب محفوظ كان الحاجات دي يعني هو عاشها وهو طفل. بالظبط. يعني هو عاشها وهو طفل صغير. نعم. فالموضوع فضل في ذاكرته. صحيح. وتفسير ذلك بعد اذنكم يعني ما قاله العالم العظيم عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي، انه لما عملوا بحث في جينات الشعب المصري وجدوها هي لم تختلف عن الجينات التي وجدت في توت عنخ آمون. الله. فاحنا طب نختتم واحد. ماشي، نختتم ببعض الابيات كده من الاستاذ هشام الدشناوي. طيب احنا هنبص للمستقبل وندي نصيحه. حاول انك تنسى امبارح، حاول ترسم بكرة الجاي، انسى الليل وسواده الكالح واحلم بس تلاقي الضي. خلي الحلم في قلبك طارح، خليه جواك وارويه ري، وابني لحبك جنبه مطارح، تملك جنة ملهاش زي. حاول تسبح، خليك سابح، حاول انك توصل حي. الله جميل جدا. السادة باسمكم جميعا أتقدم بخالص شكر ضيوفي الكرام في المقهى الثقافي. معنا الشاعران الأستاذ عبد النبي رمضان، الأستاذ هشام الدشناوي، أيضا الروائي والسيناريست الأستاذ هشام علي الديوك، والكاتب الصحفي أحمد صابر. شرفتونا في المقهى الثقافي. كل عام وحضراتكم بخير، ودائما إن شاء الله نلتقي على خير. شكرا. كل سنة مصر التي في خاطري وفي دمي، وحبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بني الحمى والوطن. شكرا جزيلا أستاذ أحمد صابر، وأيضا الشكر موصول للزميل